واضح الشيخ. نمشيو الاول تليفون معنا فوزي في تليفون. عسلامة فوزي، مرحبا بك. عسلامة اختي ليلى، مرحبا. مرحبا يا سيدي. بربي الفتوى هذه اللي خرجوها في بناتنا كي احنا نقولوا مردود على اصحابها. كيف؟ اول حاجه مردود على اصحابها، لان الفتوى مش بالسهله كيكا، لانه النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك من افتى بغير علم الجم بلجام يوم القيامه من النار. اي نعم. هذا حديث للرسول صلى الله عليه وسلم. وفما شخص كان باش يخرج في مع النبي صلى الله عليه وسلم، كان باش يخرج الجهاد وساله قال له كيف تركت والديك؟ قال له تركتهما يبكيان. قال له ارجع واضحكهما كما تركتهما يبكيان. يعني مش معقول هذه الناس اللي تفتي هذه البنات. نحن بتخرج ونوصي خويانا التونسيين كلها باش يستحوذوا على بناتهم، لان هذه ما هي فتوى ما انزل الله بها من سلطان، وهذه ناس تتحمل المسؤوليات نتاعها. وفرحت واصريت وكي سمعت الخبر ان مصر سكرت الحدود نتاعها على التوانسه. هذا حاجه باهيه باش الاخر نحقنوا الظاهره الفاسده. هذه ظاهره فاسده ومردود على اصحابها اللي باش يفتوا العدل الكلام. اللي يفتي يحب يفتي يمشي يفتي لاسرائيل غاديك، مش يفتي سوريا، لان المسلمين كانوا فيهم حتى المسلمين. كيفاش تفتي باش مسلم يمشي يقتل مسلم؟ هذه كله فتاوى ما انزل الله بها من سلطان. وهل الجهات الوهابيه اللي دخلت لتونس كذا هي السبب نتاع الفتنه والسبب نتاع قتل شكري بالعيد والسبب الفتنه اللي صايرين فيها احنا تو الدم تاع التونسي مستباح من جراء الناس هذام. لان حتى لو تصدقي لو حتى كان تساليه في سؤال في العلم والله ما يحفظ، والله ما يحفظ حتى من القران يحفظ حاجه كلمتين حفظهم قال لك انا سيئه احنا خرجنا فيهم درجه من العلم. واضح فوزي، يعطيك الصحه بارك الله فيك. مشاو تليفون ثاني معنا فتحي في تليفون. عسلامة فتحي، مرحبا يا سيدي. مرحبا ويتفضل فتحي. والله انا حبيت نحط الموضوع في اطاره. اي العباد هذه اللي تحكي على الجهاد وماشيه تجاهد لي في سوريا ويهزوا في بنات تونس في سوريا، هذوما ماهمش مجاهدين. هذا تيار وهابي تكفيري يؤمن كان بالتكفير والتدمير والتفجير، ولا علاقه له لا بالاسلام لا من بعيد ولا من قريب. فهمتني؟ لكن نشوف في سوريا عباد تفجيرات قاعده تصير في سوريا، ما هم سوريين هذوكم قاعدين يفجروا في رواح. وسل اي سوري يقول له تمشيش لتونس تفجر راقته يقول لك ما نمشيش. فهمتني؟ عباد جايه من وراء البحار من 28 دوله لامينهم. فهمتني؟ يمولوا فيهم بالفلوس. وفما في الدول هذه اللي انطلق فيها الربيع العربي، شوف مثلا في تونس يقع التجنيد نتاعهم ويرسلوا فيهم. وذا راهو ناكد لك حاجه اللي دوله في بالها ومطفيه الضوء عليهم. حتى في ليبيا كي تجي تشوف فما معسكرات نتاع التدريب، فما شكون اللي يتعدى من تونس لليبيا يمشي يدرب غادي وما غادي يعديوه لتركيا، وبطوات تخرج معبيه بسلاح من ليبيا تخرج تمشي لتركيا وتتفرغ في تركيا وتتفرغ على المعسكرات ويدخلوا فيه من سوريا يدمروا فيها سوريا. كل شيء شكون خاسر في الاخر؟ سوريا هي اللي خاسر، شعبها مسكين عليه اللي باش يمشي من هنا من تونس يسخر روحه من ال البيت وغادي كفار قريش. يا اخي ولا شنو الحكايه؟ يا اخي بنات تونس جايه باش تتعلم وباش تقرا، اولادها باش تعلم وتقرا. عباد صارفه دم قلبها على اولادها وعباد تجند فيهم وكل شيء تغسل لهم في مخاخهم، ومن بعد يجي يخرج يقول لي الجهاد. يا عباد فاش الجهاد؟ شنو بعث لهم بنات تعبوا؟ فاش تعبوا؟ اخي جاي يحاربوا في اسرائيل هم تعبوا باش تبعث لهم بنات يتسلوا بهم. هذا زنا مقنن عايش اختي باسم الاسلام. هذا زنا مقنن. نجي انا نشوف شنو قاعد يصير في الطرف الاخر. اسرائيل تعطي ترخيص لشركه امريكيه اسرائيليه باش تستخرج البترول اللي كان مأجل المشروع هذا. ما غاديك بوابه يفتحوها لغايات انسانيه قال لك للعلاج. هذه ذكرني بوابه فاطمه عام 1978 اللي ادت لاحتلال جنوب لبنان. واضح فتحي. نعم واضح، يعطيك الصحه بارك الله فيك. نمشيو للتليفون الثالث معنا عثمان في تليفون. عسلامة عثمان، مرحبا بك. يظهر لي غالتين. السلام عليكم. مش عثمان سي عدنان. عدنان. اوكي عدنان سامحنا. عدنان مو بالعام مش مشكل. تفضل عدنان تفضل. الموضوع اللي جبتوه هو موضوع حساس، موضوع الساعة برشا، وموضوع يتقزز منه لبدن معناتها، على خاطر اذا كان وصلنا معناتها في تونس باسم ديمقراطيه وباسم التسامح وباسم اللي كان بنى عليه محجرهم الناس هذوما ومضايقهم الويل، نسيبوهم يعملوا في بلادنا اللي يحبوا عليه، وباسم انهم كيما اولادنا ويذكرونا في شبابنا. ابى نقول للي كيما اولاده وللي يذكروه في شبابه، راك تونس مش دخلها الهاويه، راهي تونس ماشيه ومش تدمر. ولكن حبيت نقول له حاجه برك، اللي تونس اكبر منه برشا، واكبر من السلفيين برشا، واكبر من الجهاله هذوما برشا. فهمتني؟ وكانك على البنيات اللي يمشيوا بالنسبه لنا ولا اللي يمشيوا يجاهدوا بالنسبه لنا يستاهلوا، باسكو اذا كان هما اختاروا فهذاك هو مصيرهم، هذاك هو مصيرهم. ولكن الاغلبيه بقدره ربي هاي حاميه نفسها وشاده روحها. بينما احنا لو كان نجيو نشوفوا حتى في الحومه نتاعنا، يا اخي احنا علاش نبعدوا بعيد؟ علاش نمشيو لسوريا؟
شوف العومته وكيفاش قاعدين يزوجوا في البنات، كيفاش قاعدين يعملوا يزناو بالبنات بالطريقه هذه. اسالوا العوم كيفاش قاعدين يعملوا، يعني شيء موجود عندنا لهنا في العائلات الفقيره. واحد وكذا الامير لازم يبات مع واحده وغدو لازم يبدل بواحد اخرى وغدو بواحد اخرى وغدو بواحد اخرى. ومنين هذوما من بناتنا بحكم شنو؟ بحكم الشرع. وهذه واقعه، وهذه راهي اذا كان المجتمع التونسي مش يقعد يامرهم ما بيبلوش، واذا كان مش يقعد في سبيل انه هاو الديمقراطيه وهاو الناس هذوما راهم نتاعنا وراهو عندهم افكار وراهو يلزمنا نتبعوهم على افكارهم، ويلزم كيما الاخر الملحد يا خويا نسيبوه والمسلم نسيبوه والاخر لا بابا لا خويا لا. المجتمع نتاعنا راهو المجتمع نتاعنا مش يفيق لهم نهار، وراهو مش يكون الوبال ماهوش عليهم هما برك، عليهم هما وعلى اللي سكتوا عليهم وعلى اللي سيبوهم وعلى اللي توا قاعدين يغزروا لهم زاده من ابناء المجتمع التونسي واللي قاعدين يضروا بهم ومش قاعدين يعملوا لهم في حتى شيء. واضح. عدنان يعطيك الصحه بارك الله فيك. نمشيو للتليفون اللي بعده معنا صابر في التليفون. عسلامة صابر، مرحبا يا سيدي. عسلامة اخت ليلى. مرحبا يا خويا. وبيك عزيز. والله صدقني الموضوع سمعته مخي يقص اول مره عمري 45 سنه، وقد معنا ما تبعت الانترنت وقد معنا ما قريت في الكتب وقد عمري ما سمعت الفتوى ذي جهاد النكاح، عمري ما سمعتها في حياتي. صدقني وقفت مخي بها، صدقني وقفت مخي. ولا اله الا محمد رسول الله. نحن كي نجيو نتبعوا في كتاب ربي سبحانه، معناها حتى المراه تطلق لازمها تقعد 3 شهور و10 ايام حتى تنحى منها كم تاع الراجل اللي قبل. ما تنجمش تخلط ماء بماء للمراه بالذات خاطر يصيرها امراض. كيفاه هذه ساعه و10 ساعه ويجيب راجل اخر توليت. راهي مراه راهي لا اله الا الله. والله مخي وقف انا نقول الدوله ذي يا ولادي رانا عندنا زوج بنيات واللي عنده بنيه ووليد ماناش نجيبوا بال7 وبال10 رانا عندنا تاع شباب باش نخدموا بهم تونس لقدام. راهي كان باش بناتنا تمشي ولادنا يمشيوش كل شي خدمه تونس بعد 20 سنه و25 سنه. اتقوا الله في ولادنا. هذاك اللي نجم نقول صدقني تعبت من هالبلاد. كل مره نسمع حاجه غريبه. انا عندي بنات صدقني معناها نحفها من فمي والله نصب النهار كامله ناكل قدمه باش ننزل صغيراتي يا اخت ليلى. يجي غدا يعزاني لوحدي الكلاب يقول لي كل ساعه لا اله الا الله. والله شيء عجب ورحمه بابا شيء عجب يا اخت ليلى. حاجه الوحيده نقولها في كتاب ربي سبحانه يقول لك الماء كان طلقت تلزمها 3 شهور و10 ايام معناها بعد يمسها راجل اخر ولا تعرس ولا غيره. 3 قروء. وين جات هذا؟ وين جاء هذا؟ هذا كيف نقول يا اخت ليلى. يا ربي يهدي ان شاء الله يخرجنا من هالمأزق هذايا ومن هالفتاوى هذه اللي قاعده تجينا يوم بعد يوم. معناتها كل مره نسمعوا بحاجه غريبه. بالحق كما قلت انت صابر كل مره نسمعوا بحاجه غريبه. يعطيك الصحه. لهذا انا طالبت بانه الفتوى العامه ينبغي أن تكون صادرة عن مؤسسة علمية تونسية معروفة. لا تقبل الفتاوى العامة من المفروض. من المفروض. لذلك لابد أن يكون معناها مختارة بعناية من كبار علماء على مشرب الزيتونة مالكية معناها معروفين باعتدالهم وفقههم وجلالتهم. في الفتاوى ذي تخرج باسم 1000 عالم 500 عالم حتى واحد ما عادش يحلفهم.